بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى يتجدد اللقاء أيها الأصدقاء أعزائي مشاهدي نايل سبورت في كل مكان. أسعد باللقاء مع حضراتكم مرة أخرى المعلق الرياضي رامي بهجت، ويسعدنا أن أنقل لحضراتكم أحداث الشوط الثاني من مباراة كرة القدم بين النادي الأهلي ونادي جانرز في إطار مباريات الدور ال 32 لقاء العودة في رابطة الأبطال الإفريقية. وادي اماميه على طول للنادي الاهلي، لكن في رايه وصفاره تسلل على عماد متعب نجم الشوط الاول. مفيش كلام، كانت نتيجة الشوط الأول التقدم للنادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء. أعتقد دي فيها كلام، دي فيها كلام وما فيهاش تسلل على عماد متعب. لكن راية المساعد الثاني ميمون البقالي مواليد 70 دولي من 2008 هذا المساعد الثاني. وادي أمامية على طول النادي الأهلي. ترى هل طبعا النادي الأهلي بيلعب في هذا الشوط بادي نفس اللاعبين اللي نهوا الشوط الاول هم اللي بداوا الشوط الثاني. هل يا ترى بقى هل عماد طبعا المدير الفني للنادي الاهلي حسام البدري هل سيضيف جديد؟ هل سيستعين بلاعب من البدلاء زي ما توقع خبرائنا الكبار في الاستوديو التحليلي كابتن طاهر ابو زيد مارادونا النيل وكابتن فاروق جعفر وكابتن محسن صالح؟ هنشوف ونتابع هل هيتم الاستعانه باحمد حسن ويكون له دور في هذا اللقاء. هذه المحاوله من ناحيه الشمال للنادي الاهلي، تتلعب الكرة على طول لأحمد شكري، لكن عرقلة وإعاقة ومخالفة وضربة حرة مباشرة. عرقلة من اللاعب تيناتشي مالونجا، أعتقد من أضعف لاعبي نادي جانرز في هذا اللقاء، ولازم النادي الأهلي يستغله في هذا اللقاء. طبعا هذه دفعة واضحة جدا وصريحة، يمكن دي المخالفة رقم 7 أو 8 أو 9 اللي عملها ادي مالونجا. تيناتشي مالونجا، ضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي. قام الحمد لله احمد شكري ما فيش مشكله. ادي علاء ميهوب، يعني كان لعيب في نص الملعب كده، اللي ما شافش علاء ميهوب يا سلام، لعيب ايه، لعيب في منتهى الجمال. كان لعيب كده صانع العاب، امثال اللاعبين اصحاب المهاره العاليه زي الخطيب، زي طبعا مارادونا النيل طاهر ابو زيد، زي فاروق جعفر، زي حسن شحاته، يعني الامثال الجميله جدا جدا. ادي التحضير في نص الملعب من نادي جانرز. اماميه طويله لكن التغطيه موجوده. احمد عادل خطا قاتل، يا سلام يا سلام يا عادل. احمد عادل بيتقمص دور لاعب الكوره، وهنا بقى بيرجع احمد علي ويرجع الكوره لنفسه يلعبها ورا. وادي اماميه طويله جدا، والله ده احمد علي يرجع بركات في اللعبه اللي فاتت اللي كان لاعب الكره اللي فاتت لنفسه، لكن يضغط احمد فتحي. مقطوعه مره ثانيه من جانرز بكعب رجله في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره البينيه، لكن الرايه موجوده والصفاره موجوده. ادي عبد العزيز المحراجي المغربي، رايه عبد العزيز على فكره مواليد 69 هذا اللاعب او هذا الحكم طبعا. وادي المخالفه طبعا واضحه، ضربه حره غير مباشره، تسلل واضح. وادي بقى احمد علي، هل يا ترى بقى احمد علي يعني هيعمل مشكله ثانيه ولا ايه؟ مش عايزينه يعمل مشكله، كان هو السبب في المشكله، او يعني كان سبب من الاسباب في الهدف اللي دخل في مرمى النادي الاهلي بعد ما جله كده واداها هديه مجانيه لنورمان ماروتو. عماد متعب يلعبها لاحمد شكري، لكن مقطوعه الكوره. مالونجا مقطوعه مره ثانيه من احمد شكري. ابو تريكه، لمسه من ابو تريكه مقطوعه، يضغط النادي الاهلي مره ثانيه. ابو تريكه يلعبها حلوه جدا. احمد فتحي فاتح له ناحيه اليمين، بركات يسندها البركات. ادي السنده العرضيه، يا سلام يا بركات، لسه فيها كلام. عرضيه متعب يا سلام يا متعب، مش ممكن يعني جمله عالميه عملها حلو جدا محمد بركات. لكن عماد متعب يعني رفض ان هو يكلل مجهوده الكبير في هذا اللقاء بهدف جميل، بهدف عالمي. لكن حارس المرمى والله كويس، حارس المرمى والله متألق. تفادزوا مقطوعه من النادي الاهلي ناحيه اليمين. محمد بركات يلعبها حلوه، توقيت مناسب. ابو تريكه يا ابو تريكه مش عايزه تيجي معاك النهارده ليه؟ يا ابو تريكه. مقطوعه الكوره من نادي جانرز، يلعبها بينيه. نادي جانرز بطل زيمبابوي. وادي مره ثانيه مقطوعه، يا سلام يا جمعه، وائل جمعه. مقطوعه مره ثانيه من النادي الاهلي، والتشتيت من محمد سمير، توصل لنادي جانرز، لكن مين مش حد ابدا. ديفيد ريديو يطلع الكوره خارج الملعب، رمي التماس للنادي الاهلي. لكن ايه يا بركات ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ وايه يا متعب ده؟ حارس مرمى والله جيد، حارس مرمى مش متاثر، حارس مرمى عنده ثبات انفعالي عالي جدا جدا جدا. تفادزوا حارس المرمى، تفادزوا دوبي
حارس مرمى في منتهى الجمال والروعه الحقيقه، صد ركله الجزاء من ابو تريكه، ركله الجزاء الثانيه كان هيجيبها، عامل مباراه هايله اماميه للنادي الاهلي لكن مقطوعه من نادي جانرز. عامل برضه مباراه كويسه ريتشارد كولا المكلف برقابه عماد متعب، لكن والله متعب عامل شغل جامد جدا وعامل ارهاق وازعاج للمدافعين مدافعي نادي جانرز. وعلى فكره بدلاء النادي الاهلي من بين الشوطين وهم بيسخنوا السبع بدلاء مش لاعب واحد فقط. هنشوف بقى هنا اعتقد هيحصل تبديل ومعاه تعديل تكتيكي، وان كنت ارجح ان ممكن يخرج احمد علي ويتنقل احمد فتحي ناحيه اليمين وينزل اما احمد حسن او محمد فضل حسب مقتضيات اللاعب. لو محمد فضل نزل ينزل ابو تريكه في نص الملعب، لو احمد حسن نزل ينزل في نفس المكان في نص الملعب عشان يعني يمسك الكره كده ويبقى حلقه وصل بين خط الدفاع وخط الهجوم. تطول الكره وتطلع خارج الملعب، رمي التماس لنادي جانرز، يسيبها والله رمي التماس للنادي الاهلي. احمد علي هيلعب رمية التماس، يلعبها قصيره البركات، محمد بركات يعملها اماميه طويله لاحمد فتحي لكن من قدامه بيشيل ويطلع ديفيد ريديون، يطلع الكوره خارج الملعب، رمي التماس. ادي احمد فتحي، الاصابه اللي حضراتكم شايفينها دي يمكن اللي ما كانش معانا في الشوط الاول، كان في مشاركه مع لاعب موسوسا وحصل جرح قطعي كده في جبهه احمد فتحي لكن اتعالج الحمد لله ومفيش مشكله. وادي ضربه حره لنادي جانرز بطل زيمبابوي. كان من المفارقات الغريبه في لقاء الذهاب حصل نفس الحكايه لاحمد علي. ادي على طول التحضير من النادي الاهلي، وادي الاماميه لابو تريكه لكن مقطوعه الكوره. تيناتشي مالونجا بيلعبها اماميه عند موسوسا، بيعمل عرضيه على حدود منطقه الجزاء لكن يشتت احمد فتحي. توصل الكره مره ثانيه للنادي الاهلي لكن بيدور عليها حسام عاشور، يضغط احمد فتحي ويقطع مره ثانيه بكل قوه. احمد فتحي ما شاء الله مقاتل، لاعب خط وسط بدرجه مقاتل. توصل الكره في نص الملعب لنادي جانرز، مقريه على طول من متعب. يا سلام عليك يا متعب، يا سلام عليك يا متعب، وعلى الدروس المستفاده اللي بيعملها للمهاجمين واللاعبين، يعني تحركات هجوميه وتحركات دفاعيه. احمد شكري عدى وانطلق واخترق لكن الراجل بيشده بايده. احمد شكري محافظ على كورته، بينها على طول لسيد معوض، لمسه ابو تريكه والتسديده من متعب، يخبط الكوره وترتد ناحيه اليمين، بركات يلعبها، يستلم حلو احمد فتحي، يعلق الكوره على حدود المنطقه، يطلع دفاع نادي جانرز، توصل لفتحي مره ثانيه تعدي من تحت رجله، توصل على طول لريديون يجيبها احمد فتحي، يلعبها حلوه لحسام عاشور، لفتحي مره ثانيه اماميه طويله حلوه، بركات ارضيه مش معديه، تخبط الكوره في اللاعب دانيال فيريما ويلعبها اماميه لجانرز. وادي الانطلاقه لكن محاولات بركات اينما يعني يلمس الكرة بركات نشعر معها ونلمح ملمح الخطورة مفيش كلام. محمد بركات لما بيمسك الكرة بنحس بالخطورة. ويا سلام على يعني توقعات الخبراء طبعا في استاد النيل، كابتن طاهر ابو زيد، كابتن فاروق جعفر، كابتن محسن صالح. بالفعل يمكن تحديدا صدق توقع كابتن محسن صالح كابتن فاروق جعفر ان هينزل احمد حسن ولكن مش من بدايه الشوط. وادي التحضير على طول من نادي الاهلي، وادي احمد فتحي تسديده قويه جدا تطول وتطلع على طول خارج الملعب، ضربه مرمى للنادي جانرز. وهيخرج محمد ابو تريكه النجم الكبير، نجم النادي الاهلي. يعني الحقيقه برضه لسه ابو تريكه مش هو ده ابو تريكه اللي احنا عارفينه، مش هو ده ابو تريكه اللي احنا حافظينه. بينزل احمد حسن برضه ابو تريكه ياخد كده بالمباريات شيئا فشيئا، لياقه المباريات ان شاء الله ترجع ليه، واللياقه الذهنيه اهم من اللياقه البدنيه. لازم اللاعب طبعا ابو تريكه من اللاعبين على فكره اللي معروف عنهم انه حتى لو قعد سنه خارج المستطيل الاخضر الراجل بيرجع على طول وكانه كان موجود الاسبوع الماضي. اذا هينزل احمد حسن، هيلعب بجوار عماد متعب كراس حربة ولكن هيبقى متأخر شوية، هيبقى زي حلقة وصل كده بين المدافعين والمهاجمين.
على طول التحضير من اللاعب موسوسة، عرضيه على حدود المنطقه مقطوعه من النادي الاهلي، اماميه طويله جدا في اتجاه عماد متعب. عماد متعب بينطلق من ناحيه الشمال، بيتحرك له احمد حسن. متعب بينطلق بكعب رجله، احمد حسن يعدي، ينطلق حسن، يقع احمد حسن، لكن ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه يا احمد يا حسن. ادي اللاعب دانيال فيريم كان معاه في اللعبه اللي فاتت، ما فيهاش حاجه، يعني الحق يقال يا احمد يا حسن. على طول التحضير من نادي جانرز من ناحيه اليمين، مالونجا، تيناتشي مالونجا بيعمل تمريره طويله جدا ناحيه اللاعب الخطير ماروتو، عرضيه لكن تخبط في جمعه، تخبط في البودي جارد والجمعه وتطلع على طول خارج الملعب. ضربه ركنيه لنادي جانرز بطل زيمبابوي، ضربه ركنيه لجانرز من ناحيه اليمين. وادي بقى سيد معوض ماسك العارضه القريبه، سيد معوض لعب على طول داخل منطقه الجزاء، لكن يطلع دفاع النادي الاهلي. حسام عاشور بيطلع، توصل مره ثانيه لنادي جانرز. مش عايزين نادي جانرز يعني يتجرأ على النادي الاهلي، مش عايزين نشوف اي تواجد هجومي لنادي جانرز. وادي اماميه على طول بعيده جدا وطويله جدا من احمد عادل عبد المنعم، عاليه كوره بيحاول يلمسها احمد حسن، لسه احمد حسن ما دخلش في اجواء اللقاء، لسه عايز يخش كده بلعبتين ثلاثه، لمستين ثلاثه عشان يدخل مره ثانيه في اجواء اللقاء. 12 دقيقه بنلعب في دقيقه 12 من زمن الشوط الثاني، والتقدم للنادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. وادي هاتو خد في منتهى الخطوره، بيتزحلق الراجل ويعني بيرمي جسمه كده، مش عايزين نقول بيرمي جتته لكن بيرمي جسمه فعلا على لاعب النادي الاهلي احمد علي. مفيش اي مشكله خالص، حكم اللقاء بيقول رضوان جيد. وادي بقى يقطع الكره دانيال فيريم، مقطوعه الكره من دانيال. وادي بقى الانطلاقه اماميه طويله جدا لكن مقطوعه من سمير، يضغط احمد فتحي. يا سلام يا فتحي، يا سلام يا فتحي، لكن تدخل قوي جدا، تدخل قوي جدا. اعتقد هيكون فيها انذار من حكم اللقاء رضوان جيد. بالفعل انذار لكاتساندي، كاتساندي بياخد اول انذار في هذا اللقاء، اول انذار في هذا اللقاء، مفيش فيها اي انذارات. ودي بقى تدخل يعني برضه ما فيهوش تعمد ايذاء، ما فيهوش تعمد ايذاء، الراجل واخد الكوره برجله، يعني مش تعمد ايذاء. ادي الاماميه الطويله للنادي الاهلي، عماد متعب لو استلم تفرق جدا، كان معاه ريتشارد كولا في ظهره، ما يسيبوش ابدا هذا اللاعب. وادي اماميه طويله جدا من حارس المرمى تفهزوه، اماميه في منتهى الخطوره عند اللاعب رامسون زهواو. وادي الرايه موجوده من عبد العزيز المحراجي والصفاره موجوده. وادي اللاعب ماروتو اللي كان مكمل في اللعبه اللي فاتت، اللاعب الخطير ماروتو هداف الفريق برصيد 3 اهداف، لعب 3 مباريات، سجل 3 اهداف بواقع هدف في كل مباراة، وهو فعلا سجل هدف في كل مباراة. مباراة الذهاب الأولى مع نادي بطل زنزبار مافونزو سجل هدف في مباراة الذهاب، سجل هدف في مباراة العودة، وسجل هدف في مباراة النادي الأهلي. أتمنى طبعا أنه ما يسجلش في المباراة الرابعة وتنتهي المباراة إما بنفس هذه النتيجة أو النادي الأهلي يزيد ويضاعف الرصيد في هذا اللقاء. ادي على طول حارس المرمى تفهزوه يعمل تمريره مش لحد ابدا، تمريره مش مظبوطه ابدا، تطول وتطلع خارج الملعب، رمي التماس. ادي احمد فتحي احد افضل لاعبي النادي الاهلي في هذا اللقاء، يرجع ورا لمحمد سمير، محمد سمير يفتح الملعب ناحيه الشمال لسيد معوض، وائل جمعه بيقول له زيد، يلعبها سيد معوض على طول لاحمد شكري، لكن في دفعه في ظهر احمد شكري وضربه حره مباشره، يمكن ده الفاول رقم 18 اللي بيعمله مالونجا، والضربه الحره تلعب على طول. ادي مالونجا فعلا الراجل ده يمكن فقير فنيا، بيعمل على طول فاولات كتيره لكن ما فيهاش خشونه جامده. ادي احمد شكري عرضيه، استلام من متعب يلعبها حلوه في منتهى الخطوره، بركات متعب، هوبا، حارس جيد، حارس رائع مفيش كلام. تفادزوا يمسك الكره بشكل رائع ويتحرك للكره كده خطوتين شمال وصدره في مواجهه الكره. يا سلام، نموذج الحقيقه هذا الحارس، حارس يعني لولا على نادي جانرز كان النهارده النتيجه دلوقتي ممكن تبقى 4 أو 5. احمد حسن يفتح الملعب حلوه جدا برؤيه اكتر من رائعه ناحيه اليمين لاحمد علي، احمد علي بينيه لاحمد حسن لاحمد فتحي، لكن مقطوعه الكوره من نادي جانرز. ادي على طول كاتساندي صاحب الانذار الوحيد في هذا اللقاء،
ثلاث اربع نقلات كده من جانرز مقريه ومقطوعه. احمد حسن يلعبها حلوه، احمد شكري عدى، انطلق شكري ويسدد، لكن بيمينه ويمينه مش زي شماله. ليه يا شكري؟ ليه يمينك مش زي شمالك؟ هنا بقى لو شكري ده يمينه زي شماله كان هيبقى لعيب عالمي. احمد حسن استلم، لكن الراجل ده ما بيسيبش حاجه ابدا. ميمون البقالي 21 مواليد 70 دولي من 2008 هذا المساعد الثاني. لكن لو شفنا اللعبه مره ثانيه والله فيها كلام وكلام. ادي اللعبه وادي التسديده، لا مش دي طبعا، احنا بنتكلم على اللعبه الثانيه. التسلل اللي فات وادي التحضير على طول من نادي جانرز، لكن يضغط النادي الاهلي. ده كلام مظبوط جدا. يعني حتى لو لم تحرز فانك لا تجعل الفريق الاخر يتقدم هجوميا. ادي على طول التسديده، لكن بعيده، تسديده بعيده واضحه جدا طبعا، بعيده جدا من اللاعب رامسون زواو. رامسون بيطلع الكرة خارج الملعب، رامسي ضربة مرمى. وادي فرحة جماهير النادي الاهلي، وادي بقى رابطة مشجعي النادي الاهلي. حاجة جميلة جدا، حاجة تفرح جدا، مفيش كلام. يعني بيروح ورا النادي الاهلي في اي مكان يذهب فيه النادي الاهلي، حاجة في منتهى الجمال والروعة. يعني رابطة مشجعين ولا في الاحلام، مفيش كلام. على طول تحضير من النادي الاهلي. احمد حسن حاول يعدي، لكن احمد حسن طبعا وسط لاعبين اتنين، في لاعب واقع من النادي الاهلي نتمنى له السلامه. اعتقد ده عماد متعب. شوف اللعبه، هو فعلا عماد واخد كوع كده على الماشي من اللاعب إلفيس مليكا بيدي كوع لعماد متعب، لكن نتمنى السلامه لعماد متعب، ان شاء الله يقوم بالسلامه. النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في الحصول على بطولات دوري ابطال افريقيا 6 مرات، يليه نادي الزمالك 5 مرات، وادي بدلاء النادي الاهلي. والنادي الاهلي ايضا هو صاحب الرقم القياسي في او ثاني نادي في المشاركات. يمكن اول نادي هلال السوداني او هلال ام درمان 23 مشاركه، النادي الاهلي 18 مشاركه في بطوله رابطه الابطال او دوري ابطال افريقيا حسب المسمى القديم، او بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري، والتعديلات التي طرأت على هذه البطوله. ادي النجم محمد ابو تريكه، والمشاركات والدعم النفسي والمعنوي للاعبي النادي الاهلي حتى خارج الخطوط. وادي بقى عماد متعب واخد كوع جامد جدا جدا، اتمنى له السلامه عماد متعب. يعني هل بقى هيستمر مسلسل الكواع الحقيقه والحاجات المشاركات لاعبي جانرز مع النادي الاهلي؟ بدات يعني السلوك داخل الملعب من لاعبي جانرز ياخد منحى تاني للاعبي النادي الاهلي، بدا يبقى في ايذاء للاعبين. كان الاول طبعا هادي طبعا يعني من اصغر المشجعات اللي موجوده في هذا اللقاء، حاجه جميله جدا جدا داخل هذا اللقاء. يعني كره القدم مفيش كلام، لا تعترف بعمر، لا تعترف بسن، لا تعترف بجنس، لا تعترف بنوع. وادي على طول استأنفنا احداث الشوط الثاني اعزائي المشاهدين، مشاهدي نايل سبورت في كل مكان. مضى منه حوالي 18 دقيقه، بنلعب في دقيقه 19. التقدم ما زال النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء، مما يعني ان النادي الاهلي حتى الان ان شاء الله في دور 16 بينتظر الفائز من الاتحاد الليبي والدفاع الجديدي المغربي. وادي التحضير من نادي جانرز. طبعا نتيجه الذهاب في ليبيا كانت 1-1، المباراه الثانيه في المغرب، وينتظر طبعا الدفاع يعني الجديدي المغربي ان هو يتعادل على الاقل باي نتيجه ب0-0 عشان يفوز، او يفوز باي نتيجه، فهو الاقرب الى ملاقاة النادي الاهلي ان شاء الله في دور ال16. نادي بتروجيت فاز على الخرطوم السوداني 2-1 قبل هذا اللقاء في ام درمان، وكان فاز 3-0 في القاهره في طبعا السويس او في مصر طبعا في السويس 3-0. وادي رايه وصفاره تسلل. اذا اول الانديه المصريه صعودا الى دور ال16 ما شاء الله نادي بتروجيت. الف مبروك بتروجيت. ان شاء الله غدا هيعقب هذا اللقاء، غدا مباراتين للانديه المصريه. نادي حرس الحدود هيلعب على ارضه ووسط جماهيره في مدينه الاسكندريه الساعه 6 ان شاء الله مع نادي بانكس الاثيوبي او البنوك الاثيوبي، وان شاء الله يصل الى دور
ال 16. ونادي الاسماعيلي برضو هيلعب ان شاء الله غدا مع نادي تامبونيز بطل جزيرة ريونيون، وان شاء الله يفوز نادي نادي الاسماعيلي. كان فاز 3-1 في لقاء الذهاب، وكان تعادل 1-1 نادي حرس الحدود. تحضير على طول من نادي جانرز من ناحية الشمال. ادي لاعب كاتساندي يلعبها بينية لكن مقطوعة من النادي الاهلي، توصل لمحمد بركات. بركات يلعبها في نص الملعب لحسام عاشور. حسام عاشور يلعب لاحمد حسن. احمد حسن بيدور يلعب اليمين في نص الملعب. حسن لكن زاويه التمرير اتقفلت عليه، كان هيلعب في اخر لحظه لكن اتقفلت. توصل لسيد معوض ناحيه الشمال. سيد بيعمل اماميه داخل منطقه الجزاء، يحاول عليه احمد حسن. احمد حسن وسوء تفاهم، سوء تفاهم مفيش كلام بين الظهير الايسر كاداميني وحارس المرمى تفادزوا. وادي بقى المساعد الثاني ميمون البقالي صاحب الرفع الرايه الدائم الحقيقه. هذا المساعد الثاني بيرفع على المضمون، يعني يقول لك اضمن ان ارفع الرايه. ادي هتدخل جميله جدا، وادي العرضيه ومتعب. يلا يا متعب، يلا يا متعب، يلا يا متعب بقى يا متعب. مش ممكن يا متعب، لازم يكلل مجهود النهارده. عماد متعب يكلل مجهود النهارده وتحركاته الهجوميه. يعني ادي الجمله التكتيكيه الاكثر من رائعه، وادي العرضيه، وادي متعب بقى جسمه مش معدول، ويمكن كمان اتزانه مش 100%. يعني تحس كده ان متعب بعد الخبطه اللي فاتت كده مش موزون 100%. هل يا ترى هيقدر يكمل عماد متعب؟ نتمنى نستمتع بأداء هذا النجم الموهوب. تحضير على طول، وادي التسديدة في نص المرمى، معاها أحمد عادل عبد المنعم. راجل بيسدد من مسافة يمكن 40 ياردة، لكن حارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم في المكان المطلوب والميعاد المظبوط يطلع ويمسك كورته. ادي حكم اللقاء رضوان جيد ابن مدينة أغادير، وتحديدا في مدينة سوس المغربية، متزوج وله طفلة بيقولوا له أبو إناس. هذا الرجل رضوان جيد. رمي التماس تتلعب على طول للنادي الأهلي، وادي الأمامية الطويلة أحمد حسن. تعدي الكرة حلوة جدا، ادي الاستلام لكن مش تمام. بركات تعدي الكوره والتشتيت موجود من جانرز، لكن لو استلم بركات من مره واحده كان هيبقى فيها كلام وكلام. رمي التماس احمد فتحي يسيبها فتحي لاحمد علي، يلعبها طويله شكله كده. احمد علي بيلعبها لمحمد بركات تمساحه، ويتحرك احمد علي عشان يعمل له المسانده. بركات عايز يعدي، بركات مضغوط عليه لكن بيقاوح في الكوره اللي فاتت، وفي مخالفه لبركات وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. ادي بقى اللي حاسب المخالفه دي ميمون البقالي المساعد الثاني. لمسه حلوه، يا سلام يا احمد يا حسن، لعبها حلوه جدا. وادي بركات، وادي بقى متعب. يعني ده احلى جمله في اللقاء مفيش كلام، احلى جمله تكتيكيه في اللقاء. ادي بقى يعني حسام البدري بيقول ايه، هعمل ايه تاني؟ يعني اللاعبين بيوصلوا، دي بقى قدرات لاعبين لكن قدرات عاليه، القدرات هايله. وان شاء الله الثالث قادم. عرضيه مش معديه، يطلع على طول دفاع نادي جانرز. عايزين الثالث عشان نطمن، عايزين الثالث عشان نستريح، عايزين الثالث عشان يعني نكمل اللقاء باعصاب هادئه. رمي تماس للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيحاول يحصل على الهدف الثالث، بيحاول يحصل على هدف راحه الاعصاب. ادي على طول التحضير من النادي الاهلي. احمد علي يلعبها ناحيه اليمين لاحمد فتحي. احمد فتحي عرضيه مش معديه، تخبط الكره والتشتيت موجود في النادي الاهلي. احمد علي واحمد فتحي واحمد حسن واحمد شكري، يعني مجموعه احمدات كده موجوده مع النادي الاهلي. رمي التماس لنادي جانرز. ادي احمد شكري صاحب الهدف الاول لنادي الاهلي، هو اللي بدأ، هو اللي قص الشريط احمد شكري. وهنا بقى تبديل لنادي جانرز، هيخرج موسوسا. وادي محاولة على طول للنادي الاهلي لنادي جانرز، لكن مقطوعة من حسام عاشور. يطلع الكرة ناحية اليمين وتخبط الكرة في محمد بركات وتطلع خارج الملعب. رمي التماس. اذا هنا تبديل لنادي جانرز، هينزل علي صديقي ويخرج موسوسا. علي صديقي اللي قلت لحضراتكم مش سليم بدنيا بنسبة 100%، لكن يعني كان عينه كده لحين الحاجة إليه. إذا بيخرج موسوسا وبينزل علي صديقي.
وادي بقى جماهير النادي الاهلي الجميله عامله شكل اكتر من رائع. التشجيع المنظم، يعني هم كده، هم شغلتهم كده مشجعين. يعني ممكن يكون مكتوب في البطاقه ان هو المهنه مشجع. حاجه جميله جدا، واستعان بيهم الحقيقه منتخب مصر في بطوله افريقيا الاخيره، وحاجه في منتهى الجمال والروعه. رابطه مشجعي الاهلي، رابطه مشجعي الزمالك، رابطه مشجعي الاسماعيلي والمصري والاتحاد، وكل روابط المشجعين استعانوا بيهم عشان يكونوا كومباينيشن او كوكتيل كده جميل جدا جدا. الواحد منهم ب10 في التشجيع، عشان كده كانوا عاملين شغل كبير جدا. تفرق كتير جدا على فكره لما تكون بتلعب في بلد تانية مش بلدك ومعاك مشجعين. ادي التحضير من النادي الاهلي، لكن مش مظبوطه من احمد شكري. تعدي وتوصل لنادي، ادي على طول محاوله من نادي جانرز، عايز يلعبها علي صديقي. اول لمسه مقطوعه من النادي الاهلي، احمد حسن مقطوعه برده من احمد حسن. فاصل كده من الكرات المقطوعه بين لاعبي الفريقين، توصل في النهايه لاحمد حسن ناحيه الشمال، يلعبها لعماد متعب، مفيش تسلل. عماد بينطلق، عماد يخش من جوه الملعب، عدى لنفسه فات، يسيبها لاحمد فتحي، وينطلق احمد فتحي، يسدد فتحي لكن بعيده بعيده جدا يا احمد يا فتحي، تطول وتطلع على طول خارج الملعب. ضربه مرمى لنادي جانرز بطل زيمبابوي. 25 دقيقه من زمن الشوط الثاني، يعني بنلعب في دقيقه 26، والتقدم ما زال النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. هدفين مقابل لا شيء النادي الاهلي. النادي الاهلي بيقترب جدا ان شاء الله من الحصول على نتيجه اللقاءين، مجموع اللقاءين يبقى 2-1، يصل ان شاء الله النادي الاهلي الى دور ال16. وادي العرضيه لكن مش معديه، مقطوعه من اللاعب كولا، ريتشارد كولا، يلعبها ناحيه الشمال لكاداميني، في نص الملعب توصل لإلفاس ميليكا، إلفاس ميليكا الكات ساندي، ناحيه اليمين ديفيد ريديون، بينطلق من اللاعب مالونجا، تيناتشي مالونجا، هاتوا خد جميله جدا. بداوا يكتسبوا ثقه، بداوا يكتسبوا ثقه، وده مش مطلوب، ده مش مطلوب ابدا ابدا. ادي بقى يعني من بدايه اللقاء ما شفناش 5 نقلات على بعض من لاعبي نادي جانرز، لكن الكلام كده يعني بدانا نحس ان هم موجودين في الملعب، عايشين في اللقاء. لازم طبعا من البدايه لازم نغتال هجماتهم، انجاز التعبير. ادي المحاوله وادي الضغط على طول من نادي الاهلي، في نص الملعب توصل الكره مره ثانيه عند كات ساندي، كات ساندي يلعبها الكاداميني، كاداميني الكاتساندي، هاتوا خد، لكن مقطوعه من بركات، يلمسها حلوه جدا. بدا يبقى في مساحات، بدا يبقى في مساحات. احمد شكري، احمد شكري، لكن تحركات متاخره شويه من احمد حسن مع عماد متعب، الكروس اتاخر شويه. احمد شكري كان بيدور على التحرك من الاثنين، لكن احمد حسن اتاخر سنه في التحرك. عماد متعب بدا يتحرك، لكن احمد حسن متحرك متاخر شويه. ادي الاماميه على طول للنادي الاهلي، انطلاقه من اللاعب احمد حسن، احمد فتحي، لكن مقطوعه توصل لجانرز، توصل عند علي صديقي، علي صديقي بيلعبها بينيه عند رامسونز هواو، رامسونز هواو بينطلق ويتحرك لماروتو ناحيه اليمين في منتهى الخطوره، وائل جمعه بيضغط، ادي عرضيه لكن مش معديه، مقطوعه من محمد سمير، توصل لاحمد شكري ويعمل اماميه طويله. شكري برضه عشوائيه، عشوائيه، ده كلام مش مظبوط ابدا. تحضير من نادي جانرز والتسديد اي كلام اي كلام، لكن اتجرأوا على النادي الاهلي، بدا يبقى ليهم تواجد في المنطقه الهجوميه، وده اللي مش عايزينه ابدا ابدا. وهنشوف بقى حسام البدري هيعمل ايه، هيحلها ازاي. شكله كده هيحلها عن طريق شهاب احمد، هل هيكون بديل لاحمد شكري؟ هنشوف ونتابع. ادي شهاب الدين احمد، وادي الاماميه للنادي الاهلي في منطقه الخطوره، انطلاقه من محمد بركات، بركات يلعبها صغيره لاحمد حسن، هتاخد بركات، بركات في منتهى الخطوره، عرضيه، مش ممكن هذا الحارس، مش ممكن هذا الرائع، مش ممكن هذا المبدع. حارس يعني حارس صعب جدا، حارس صعب جدا جدا. تفادزوا حارس بيلعب النادي الاهلي يعني شبه لوحده. انطلاقه من ناحيه اليمين لنادي جانرز، جانرز بطل زيمبابوي، بينيه مش معديه، مقطوعه من حسام عاشور، تتلعب على طول لاحمد شكري، احمد شكري ممكن يعمل الطوليه، مفيش تسلل، يضرب التسلل، يلعبها لسيد معوض، سيد بيستلم، وادي بقى تحركات حلوه، يا سلام يا سلام، استلام التمام التمام، تسديده اي كلام، التسديده اي كلام يا متعب. عماد متعب بيسدد تسديده مش مظبوطه، تطول وتطلع على طول خارج الملعب. فعلا احمد شكري زي ما توقعنا لحضراتكم بيخرج، وبينزل شهاب الدين احمد. والاثنين الحقيقه احد منتجات قطاع الناشئين في النادي الاهلي، والاثنين كانوا موجودين مع منتخب مصر للشباب في كاس العالم.
مواليد 89. حاول على طول من بركات يرجع ورا، مقفول عليه، يرجع ورا لاحمد حسن ناحيه الشمال بيلعبها لشهاب. اول لمسه شهاب بيعدي شهاب يلعبها، لكن سوء تفاهم بينه وبين احمد حسن. في نفس اللحظه اللي خد فيها قرار احمد حسن انه يتحرك وينتقل لقدام، كنفس اللحظه برضه اللي خد فيها قرار شهاب انه يمرر. توصل لشهاب في نص الملعب. شهاب لعيب كرة كويس، ممكن جدا جدا يكون هو حلقة الوصل بين خط الدفاع وخط الهجوم. ادي على طول هجمة مرتدة سريعة جدا للنادي الاهلي. احمد علي اول زيادة عددية ليه في الشوط الثاني، لكن تخبط الكرة وبيحسبها والله المساعد الثاني ميمون البقالي. ضربة حرة لنادي جانرز بطل زيمبابوي، ضربة حرة مباشرة تلعب على طول لنادي جانرز. بينيها في نص الملعب إلفيس، بيلعب على طول كاتساندي بيحاول يعمل تمريره لديفيد ريديون ناحيه اليمين. تيناتشي مالونجا مهريه ومقطوعه حلوه من شهاب قبل ما تطلع ينطلق شهاب بيعدي من جوه الملعب، لكن في عرقله واعاقه والمخالفه بدون بطاقه. حكم اللقاء بيدي تحت الفرصه. توصل لبركات ناحيه اليمين، زياده من احمد فتحي، السنده من احمد بينيه مش معديه، مقطوعه الكوره. وبمبدا الامان والسلامه كاداميني بيطلع الكوره خارج الملعب، رمي التماس. وهنا طبعا حسام البدري يعني بيطالب، مفروض خلاص طالما عديت تحت الفرصه تكون مخزن الانذار يا رضوان يا جيد، لكن ده ما عملوش رضوان جيد في هذا اللقاء. ادي البينيه على طول، استلام من احمد فتحي، يا سلام لو مرر بسرعه يمرر، لكن على طول مقطوعه. يضغط بركات، لكن في تسلل وضربه حره غير مباشره. والله حاسبها حكم اللقاء تحت الفرصه، مفيش اي مشكله. تحضير مره ثانيه من النادي الاهلي، اعتقد كان فيها تسلل الحقيقه. ادي البينيه توصل لاحمد فتحي، يلعبها ناحيه اليمين لبركات، بينطلق بركات، بيعدي بركات من ناحيه اليمين، ممكن يعمل عرضيه ويقف على كورته ويرجع ورا لاحمد فتحي. السنده من فتحي، يعمل ايه فتحي؟ عرضيه توصل لشهاب، مفيش تسلل، استلام حلو. هجمات النادي الاهلي، شهاب تسديده في منتهى الجمال والروعه من شهاب، لكن شهاب بيسدد تسديده عاليه شويه من شهاب. الاستلام حلو جدا والسنده جميله والتسديده، لكن خدت كيرف كده وعليت قوي. تلعب الكره لنادي جانرز والتحضير في نص الملعب. استلام من علي صديقي، يلعبها لإلفيس ميليكا والتسديده قويه في منتهى الخطوره. يا سلام عليك يا احمد يا عادل، ما اروعك ما ابدعك. الحقيقه التسديده كانت قويه جدا، كانت خطيره جدا، لكن احمد عادل كان معاه في المكان المطلوب والميعاد المظبوط. يطلع الكوره خارج الملعب، ضربه ركنيه واول انذار شديد اللهجه. ادي ديفيد ريديون والقدم اليمنى، يعمل عرضيه عاليه جدا معديه، ضربه الراس في منتهى الخطوره ويشتت دفاع النادي الاهلي شهاب احمد. وادي التسديده تخبط فوق الجمعه، توصل لشهاب وتوصل لاحمد حسن يلعبها حلوه جدا. بركات بينطلق لشهاب، مفيش تسلل، شهاب يلعبها، احمد حسن بينطلق، احمد حسن يلعبها جميله، عماد انفراد، عماد مش ممكن يا متعب قفله النهارده معاك بالضبه والمفتاح. عماد متعب بيضيع فرصه ولا اسهل، مش ممكن يا عماد. لازم بقى عماد متعب لازم ياخد باله من الحاجات دي، بيعمل حاجات جميله جدا، بيعمل شغل كبير جدا، لكن الفينش النهائي، الختام، الفينال، عرضيه غريبه جدا كان في منتهى الخطوره على النادي الاهلي، لكن مقطوعه توصل للنادي الاهلي. اماميه طويله جدا في منتهى الخطوره، يضغط عماد متعب، لكن ما غلطش الحقيقه المدافع، ما غلطش. دانيال فيريم ينطلق، يلعبها في نص الملعب عند إلفيس ميليكا ناحيه الشمال لصديقي علي صديقي، لكن ما يعمل عرضيه بيمينه، لكن هو بيلعب بشماله على فكره، مقطوعه من شهاب، تغطيه كويسه من الناحيه العكسيه. توصل لسيد معوض اللي بيخش من القلب شويه. سيد معوض ما عادش بيعمل انطلاقات من على الطرف الشمال، وادي تلعب على طول في مساحه. سيد معوض يعدي، يعدي ينطلق، عرضيه، ده تسديده مش عرضيه سيد معوض، لكن التسديده مش مظبوطه، تطول وتطلع خارج الملعب. ضربه مرمى للنادي جانرز بعد مرور 79 دقيقة 34 دقيقة من زمن الشوط الثاني. نلعب في دقيقة 35 من زمن الشوط الثاني، وتقدم النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء. نادي جانرز بطل زيمبابوي، أحمد علي بيحاول مع ماروتو سيطر على كورته، جسمه قليل كده لكن لعيب كويس. يرجع ورا ماروتو لكاداميني، دانيال فيريم بدأ يعمل الزيادة العددية، وادي بقى قلشة
بعيده جدا، لكن والله سيطر على الكره بشكل رائع جدا في منتهى الخطوره. علي صديقي، علي صديقي، علي صديقي يرجع ورا في منتهى الخطوره. مش ممكن، مش ممكن، ضربه مرمى. الحمد لله، الحمد لله. كانت ساندي، كانت ساندي، كانت هتيجي، كانت هتيجي. وادي محمد فضل، ادي بقى محمد فضل بيقوم بعمليه الاحماء. هل آن الاوان يخرج عماد متعب وينزل محمد فضل؟ لكن عماد متعب تشعر كده ان الخبطه كده اللي اتخبطها كان ودي بقى جماهير يعني زيمبابوي تتفاعل مع الفرصه الخطيره جدا اللي فاتت. هل ممكن ينزل فضل مكان عماد متعب؟ نوع من انواع تنشيط الجانب الهجومي. هنشوف ونتابع. ادي الاماميه، هل مأثره الكدمه على يعني اداء عماد متعب؟ هنشوف ونتابع. رمي التماس للنادي الاهلي، وفي لاعب واقع من نادي جانرز بطل زيمبابوي، نتمنى له السلامه. ادي اللعبه، وادي عماد متعب. الراجل كان داخل يضرب عماد متعب ووقع. سبحان الله، سبحان الله، كان داخل يضرب عماد متعب ويديله كوع، لكن يعني فلتت منه الحكايه واتزحلق وهو بينزل، نزل على رجله بشكل خاطئ. لكن نتمنى له السلامه طبعا في اي حال من الاحوال. بطوله بدايتها كانت 1964، كان اول نادي فاز بهذه البطوله عام 1964 هو نادي اوركس دوالا الكاميروني، بينما اول نادي مصري فاز بيها هو نادي الاسماعيلي، فاز على الانجلبير لو تفتكروا حضراتكم. طبعا اللي يفتكر بقى الناس القدامى سنة 69. بعده على طول اول نادي مصري فاز بيه او بطولات الاندية المصرية في هذه المسابقة. وادي امامية من وائل جمعة طويلة جدا، يطلع ويلمس محمد بركات لاحمد حسن. احمد حسن عايز يعدي لكن تخبط الكرة وتطلع خارج الملعب. رمي تماس، رمي تماس للنادي الاهلي. يلعب احمد حسن، لمسه على طول قصيره مع احمد علي، مع محمد بركات لكن مقطوعه. احمد حسن بيضغط مره ثانيه، توصل لنادي جانرز. لازم النادي الاهلي يبتدي يضغط من هنا، يبتدي يضغط من هنا عشان ما يديش فرصه لنادي جانرز ان هو يتواجد في المنطقه الاماميه ليه، المنطقه الدفاعيه للنادي الاهلي. من البدايه يحاول يضغط النادي الاهلي ليسهل الامور على مدافعيه. ايوه كده، عشان تبقى اللعبه قدام عينيه، يبقى المدافع الكره جايه وهو بوشه. تحضير من النادي الاهلي على طول، لمسه من شهاب. شهاب يفتح الملعب ناحيه الشمال عند سيد معوض. سيد معوض يستلم الكوره، حاول يعدي، ينتظر المسانده والمعاونه، يعتمد على نفسه بنسبه 100%، لكن ضغط عليه على طول الظهير الايمن، يعمل عرضيه تخبط وتطلع في مالونجا وتطلع خارج الملعب. رمي التماس، رمي التماس للنادي الاهلي، و7 دقائق تفصلنا عن نهايه الوقت الاصلي وليس المباراه. لسه ما زال هناك وقت محتسب بدل من الضايع. هيشوفوا بقى ويحتسبوا رضوان. جيد، ادي لمسه وقت خد، عايز يلعبها سيد معوض لكن كان فيها تسلل على سيد معوض، دوت لعبت له وتخبط الكوره وتوصل في هجمه من ناحيه اليمين لنادي جانرز، لكن تطول وتطلع خارج الملعب. رمي التماس للنادي الاهلي، يلعبها وائل جمعه. طبعا كان في احتكاك كده بين وائل جمعه بعد بين عماد متعب واللاعب مالونجا. مالونجا جاي بيشتت الكرة كده، خبطت في بطن متعب، يعني الكرة يعني فيها مؤلمة كده بعض الشيء. كان بيحاول يحتك مع متعب لكن على طول رضواني جيد الحقيقة دخل فيه بين اللاعبين بسرعة جدا ونهى المشكلة قبل بدايتها. ورمي التماس للنادي الاهلي، تلعب على طول لسيد معوض ناحية الشمال، مفيش تسلل. سيد يعمل ارضيه ولكن التشتيت موجود من دفاع نادي جانرز. عاليه الكره، شهاب بيحاول يلمس، توصل في نص الملعب ناحيه حسام عاشور. حسام بيلعبها لبركات، محمد بركات بيهاجم من جوه الملعب. بركات يلعبها بينيه برضه مقطوعه، تعمل هجمه مرتده في منتهى الخطوره. انطلاقه من ماروتو نورمان ماروتو يلعبها بينيه بمنتهى الخطوره، والتسديده ترتد وتوصل مره ثانيه عند رامسون هواو توصل في نص ملعب النادي الاهلي. وادي التحضير واللمسات من لاعبي نادي جانرز والمحاولات على حدود منطقه الجزاء بينيه، لكن الضغط موجود من احمد فتحي. يتزحلق الراجل والحمد لله، يتزحلق الراجل وتطلع خارج الملعب. ضربه مرمى للنادي الاهلي، ضربه مرمى للنادي الاهلي. دي 40 من زمن الشوط الثاني، يعني حوالي 5 دقائق على النهايه. هيخرج نورمان ماروتو بيخرج
وهينزل لاعب زويني رقم 8 ناثان زويني. بيطلع يعني اللاعب المزعج الحقيقه نورمان ماروك، وينزل اللاعب زويني وهيلعب براس حربة واحد رامسون زواو، وبيكمل معاه كده شويه علي صديقي من ناحيه الشمال. وادي اماميه للنادي الاهلي، احمد حسن بيحاول يسيطر على الكوره، تخبط وتوصل لحارس المرمى الرائع تفادوا. تحضير ناحيه اليمين مالونجا، يلعبها لإلفيس ميليكا، كاتساندي مالونجا. يعني اعتقد في لاعب من النادي الاهلي بيستعد للنزول، اعتقد مصطفى شبيطه بيستعد للنزول من النادي الاهلي. فعلا مصطفى شبيطه، نشوف هل هينزل مكان مين بقى مصطفى شبيطه؟ مكان محمد بركات. محمد بركات الحقيقه عمل مجهود هايل جدا جدا، كان ليه صولات وجولات وكان ليه دور كبير في الرفعه اللي جه منها الهدف الاول. وادي مصطفى شبيطه بقى نزل، هيحصل تعديل تكتيكي بالطبع بعد نزول مصطفى شبيطه، هينزل في ناحيه في القلب، وهنشوف بقى احمد فتحي ممكن يتنقل ناحيه اليمين او شهاب ممكن يتنقل ناحيه اليمين. وادي هاتوا خد عايز يعملها شهاب لكن مقطوعه من نادي جانرز، هجمه مرتده سريعه في منتهى الخطوره لكن توصل ناحيه الشمال. خلاص الهجمه المرتده انتفت صفتها واصبحت هجمه منظمه. وادي على طول عرقله واعاقه من لاعب شهاب الدين احمد، توصل لنادي جانرز تحت الفرصه موجوده. ادي اللاعب الخطير علي صديقي، بينيه في منتهى الخطوره، الضغط من النادي الاهلي، الضغط مره ثانيه على حدود المنطقه، بينيه يضغط وائل جمعه. وادي المحاولات، عدد كتير من لاعبي نادي جانرز موجود في منطقه جزاء النادي الاهلي او على حدود منطقه جزاء النادي الاهلي. يعني ربنا يعدي الدقائق المقبله على خير للنادي الاهلي. وادي الاماميه طويله جدا لكن على حدود في نص الملعب مقطوعه من نادي جانرز. وادي التمريره برده مقطوعه، يضغط النادي الاهلي ويجيبها، انطلاقه حلوه احمد حسن من ناحيه اليمين، احمد حسن بيحاول يعدي لكن من ناحيه اليمين وهيلعب لمين؟ يلعبها ناحيه الشمال لاحمد فتحي لكن مقريه ومقطوعه على طول من نادي جانرز. وادي اماميه توصل الكرة عند اللاعب علي صديقي، يلعبها لزواو، يرجع ورا زواو لإلفيس ميليكا في نص الملعب لكاتساندي، كاتساندي لإلفيس ميليكا، توصل على طول لزواو مرة ثانية إلفيس ميليكا، إلفيس ميليكا عايز يلعبها بينية لكن مقرية ومقطوعة ولا يجيبها نادي جانرز. يعني ما تقدمش في اللعبة اللي فاتت مصطفى شبيطة، توصل ناحية الشمال يضغط مصطفى شبيطة، وادي العرضية أرضية ولكن تشتيت موجود من محمد سمير، توصل لنادي جانرز. الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء يعني حافظ بقى النادي الأهلي على هذا التقدم على هذا الفوز، لكن يعني بدأ يتجرأ نادي جانرز لأن ليس أمامه ما يبكي عليه. أمامية حلوة لعماد متعب واستلام رائع من متعب، دخل منطقة الجزاء، دخل منطقة الخطورة لكن خرج مرة تانية. متعب بيرجع ورا لأحمد فتحي، ده كلام مظبوط جدا. حتى لو مش هتجيب هدف استهلك الهجمة، استهلك دقيقتين على الأقل في هذه الهجمة عشان يعني نخرج بهذه النتيجة، عشان يخرج النادي الأهلي وتخرج الجماهير المصرية فرحانة سعيدة بتأهل تاني فريق ليها في دور ال 16 ان شاء الله بعد تأهل بتروجيت. هذا التحضير من ناحيه اليمين، احمد علي يرجع ورا احمد علي، توصل الكره عند نادي الاهلي، شهاب احمد، شهاب لمصطفى شبيطه. ده كلام مظبوط جدا، ده اللي بيعمله النادي الاهلي كلام مظبوط جدا جدا. من ناحيه الشمال لمسه وهات وخد في منتهى الروعه، انطلاقه من سيد معوض، سيد عرضيه متعب استلام تسديده لكن تخبط على طول وتوصل لنادي جانرز. يضغط احمد فتحي مره ثانيه ويجيبها، احمد فتحي يتزحلق يضغط مره ثانيه ويجيبها وهو واقع، يجيبها ويلعبها هات وخد حلوه مع سيد معوض وفتحي من الوضع راقدا بيلعبها لكن في صفاره من حكم اللقاء رضواني جيد وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. ادي تدخل قوي جدا من كاتساندي ده الوحيد اللي عنده انذار، فيعني صبر عليه شويه كده رضواني جيد وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. الدقيقه الاخيره من الوقت الاصلي من المباراه، وادي بقى اعتراض من الجهاز الفني لنادي جانرز طبعا بشكل غريب جدا جدا.
يعني دي حاجه مش بتاعتك ابدا، دي حاجه مش بتاعتك ابدا. بيقولوا اتنين بيدوا الارشادات، الحكم الرابع هو اللي يتكلم، دي مش بتاعتك ابدا ابدا. ادي على طول التحضير من النادي الاهلي، وثلاث دقائق وقت محتسب بدل من الضائع احتسبهم رضواني جيد. وادي الاماميه لكن الرايه موجوده، الرايه موجوده من ميمون البقالي، وصفاره من رضواني جيد، وضربه حره غير مباشره، تسلل على نادي الاهلي. والدقيقه الاولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع بدات. 3 دقائق حسبهم حكم اللقاء رضواني جيد، واشار بهم الحكم الرابع ياسر عبد الرؤوف. والتحضير من نادي جانرز البطل زيمبابوي، لكن توقع رائع ومقطوعه من احمد علي. قطار النادي الاهلي السريع من ناحيه اليمين، احمد بيلعبها حلوه جدا، متعب يلا يا متعب يلا يا متعب، ناحيه الشمال يلعبها احمد حسن، احمد حسن بكعب رجله لكن متاخره شويه، توصل لاحمد فتحي داخل منطقه الجزاء، يفتح زاويه تمرير عرضيه، احمد حسن استلام، يا سلام عالمي عالمي الاستلام، وعرضيه عاليه جدا، يطلع دفاع نادي جانرز. حتى لو الاهلي مش هيجيب لكن يحتفظ بالكوره، لكن ما يبقاش في خطوره، ده كلام مظبوط جدا. ادي الانطلاقه من ناحيه الشمال على طول عند سيد معور، عرضيه رائعه لكن يطلع بتغطيه عكسيه اكتر من رائعه كاداميني، توصل مره ثانيه للنادي الاهلي. ادي محاوله من ناحيه الشمال، من ناحيه اليمين للنادي الاهلي، يضغط مره ثانيه ويجيب احمد حسن، احمد حسن عرضيه معديه، لا مش معديه من حارس رائع، مش معديه من حارس يعني في منتهى الجمال والروعه. تفادزوا هذا الحارس الرائع كان ليه دور كبير جدا جدا في الاحتفاظ بالنتيجه بهذه الوضعيه. كان ممكن جدا المباراة تبقى 4 أو 5 للنادي الأهلي لولا تألق هذا الحارس، منها تألق مباشر بعد صد ركلة جزاء للنجم محمد أبو تريكة. على طول التحضير من النادي الأهلي من ناحية اليمين، شهاب الدين أحمد، شهاب يرجع ورا لأحمد فتحي، أحمد علي لشهاب مرة تانية، شهاب، وهنا في إنذار، تدخل قوي فعلا من لاعب نادي جانرز، اعتقد ده ألفيس ميليكا، فعلا هو ألفيس ميليكا. ده الانذار الثاني في هذا اللقاء، والاثنين لنادي جانرز. الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضياع انتهت، نلعب في الدقيقة الثالثة، والتقدم ما زال النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء. وبهذه النتيجة إذا انتهت المباراة طبعا بهذه النتيجة يعني هيرتفع النادي الأهلي ويصعد إلى دور ال16. مجموع اللقاءين كان خسران 1-0، دلوقتي بيفوز 2-0، فنتيجة اللقاءين هيبقى 2-1. وادي محاولة للنادي الأهلي، أحمد فتحي مقطوعة الكرة لكن توصل للنادي الأهلي مرة تانية، أحمد حسن بيلحقها ويعمل أمامية لأحمد فتحي، سريع أحمد، سريع أحمد فتحي داخل المنطقة، استعجل أحمد، استعجل أحمد فتحي، ليه يا أحمد؟ يعني حسام البدر رافع له ايديه الاثنين بيقول له ليه يا أحمد؟ ليه يا أحمد يا فتحي؟ على طول تحضير من نادي جانرز، ممكن تكون الهجمة الأخيرة إن شاء الله، يقطع النادي الأهلي، قطع النادي الأهلي لكن بيحسبها مخالفة نادي لحكم اللقاء، والله بيصفر حكم اللقاء، صفر حكم اللقاء رضواني جيد، معلنا نهاية أحداث الشوط الثاني والمباراة بفوز غالي جدا للنادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء.